السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتشارك معكم طريقتي في البقولة كيفاش كندير وكنصايبها. المهم كنجيبها كنغسلها كنخليها كتسقطر مزيان في واحد الشبيكة، كنقطعها على هاد الشكل هذا وكنزيد نهاشيها شي شوية باش ترقاق معايا، غير شوية ماشي بزاف. انا صراحة جبت هاد البقولة زوينة. المهم قطعتها على هاد الشكل، زدتها هاشيتها كنديرها كتفور، كنديرها في الكسكاس ديال الكوكوط باش دغيا كطيب ليا، ما كنديرهاش تفور في زعما على خاطرها. كندير معاها الثومه بزايد، كندير القزبر المعدنوس. انا ما كانوش عندي طريان هنا، جبتهم من الفريكو ودرتهم، ماشي مشكل كيجيو زوينين. بالنسبه للعطريه كندير شويه ديال الملحه، ما كتقويش لان هي اصلا كتكون مالحه. ودرت معاها شويه ديال التحميره غير لتحسين اللون وداكشي. عندي هنايا الكمون زائد السودانيه، كتبغي شويه ديال الحرور هي، وزيت العود. زيت العود ديري شي قوي قوي حتى هي كتبغي زيت العود، كتبغي الزيت بزاف. درت فيها العصير ديال الحامض، عصرت فيها واحد نص حامضه، ووليت عاود زدت فيها الحامض. عاود زدت عصرت فيها الحامض. صافي كنبقى نشحر على هذا الشكل هذا. انت كتشحر اي حتى كتشحر وانت كتبركي عليها مزيان باش كتزيد تعاونيها انها ترطب. الا كانت باقي شي حاجه فيها ما رطبتش كتزيد ترطب. صافي كتخليها على النار ماشي مجهده، النار تكون قليله، ماشي قليله بزاف، متوسطه. المهم هي راه كلشي فيها طايب، الثومه طايبه، الربيع طايب. انا زدت هنايا عصرت الحامض، تعجبني نعصر فيها الحامض ونحيد له ديك اللب ديالو من الداخل ونزيدو معاه، كيطلق واحد البنه زوينه في البقوله. كان عندي هنا غير بقوله بوحدها ما خلطات بحاجه اخرى. صافي زدت قطعه الحامض مسيار وزدت معاها الزيتون. هي كتبغي الزيتون الاحمر، انا ما عنديش، عندي غير هذا الزيتون هذا بالعظم ابيض درت غير شي شويه. المهم حتى هو راه كيجي بنين، كتجي غزاله والله. كنتمنى انكم تجربوها، كتستحق التجربه. كنتمنى انكم تجربوها وديروا لي لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديالي فضلا وليس امرا. صحه وراحه.